نقدر نشوف وهذا بعد. اعتقد الجصدان كل قياسا للموجود، بس لانه المساحه مال العرض ما تسمح لي بشيء أكثر. عاشت ايدك انه محتفظه بيهم. نعم، هذه تخص امراه كبيره، احنا نسميها المرجعيه، كانت خالة امي اكبر شخصيه بالعائله، هم كان لها فالدور بهذا اكيد كل شغله بيها ذكرى تعود للاشخاص. وطبعا نوع الملاعق اللي كانت موجوده في السابق الاصليه يعني تعتبر فضه، حتى بهذه اللي يكتبون عنها ام السعفتين اي صحيح موجوده عندي، بس هاي حبيتها لانه مال زخرفه قديمه كلش حلو. وهذا اللي قدرت يعني العفو اهيئ لكم، لانه لا بالعكس المكان ما عاشت ايدك ما يتسع، وان شاء الله يعني تنال رضاكم اكيد. إن شاء وشكرا الله. جزيلا انه حكيتينا عن الذكريات وعن القصص الموجوده بكل شخص بالعائله، وشكرا حضرتينا هاي المقتنيات، اكيد لها ثمن او لا تقدر بالثمن ممكن. وجودكم وزيارتكم لنا هذا تسلمي. اكبر يعني ثمن وهديه. تسلمين. انه انتم يعني سلطتوا الضوء على هالشكل أكيد. شيء، لان من النادر هسه احد يهتم بهاي الاشياء. صحيح. وشرفتوني بزيارتكم، شكرا وان شاء لك. الله فاتحه خير لكم بالتوفيق. شكرا لك. اتمنى تسلمي. للفضائيه لكم مزيد من النجاح والتألق. شكرا جزيلا. نتشرف بحضرتكم. شكرا جزيلا. ولهنا وصلنا لختام حلقتنا ويا ضيفتنا العزيزة غادة. إن شاء الله عجبتكم مقتنياتها وحبيتوا القصص التراثية الجميلة اللي هي حكت لنا عنها من أقاربها ومن أصدقائها. إن شاء الله نلتقي بحلقة جديدة، مع السلامة. ديالى والكهرباء هنا في العاصمة الحبيبة بغداد، وبالتحديد في ملعب المدينة الدولي الذي يحتضن هذه المباراة ويحتضن هذا اللقاء. توفيق لفريق ديالى ولفريق الكهرباء. نتمنى أن نشاهد مباراة فيها أداء فني كبير بالنسبة لكلا الفريقين، ونتمنى أن نشاهد كذلك الأهداف من خلال هذا اللقاء. فريق ديالى فريق القادم من نقطة ثمينة جدا أمام القوة الجوية عندما تعادل بهدف مقابل هدف، وفريق الكهرباء كذلك قادم من تعادل أمام فريق دهوك في ملعب دهوك بدون أهداف. إذن كل فريق قادم من تعادل ومن نقطة في الجولة الماضية، وبالتالي هذه الجولة وهذه المباراة كل فريق بكل تأكيد سيسعى للحصول على النقاط الثلاث. مباراة ليست بالسهلة لفريق ديالى، وكذلك هي ليست بالسهلة لفريق الكهرباء. هنا حكم اللقاء حيدر عدوان، هنا ولي كريم والكادر التدريبي بالنسبة لفريق الكهرباء. بالمقابل لدينا صادق حنون المدرب لفريق ديالى، المدرب الذي يسعى من خلال هذه المباراة والفريق بأن يتقدم بعض المراكز حصول على النقاط الثلاث من هذه المباراة، أمر مهم جدا بالنسبة لفريق ديالى وكذلك لفريق الكهرباء. نحن وياك بانتظار صافرة البداية. فريق الكهرباء وفريق ديالى تطلق الصافرة على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا
للمباراة علي الشمري ولقاء ديالا والكهرباء الجولة الخامسة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025 بنسخته الثانية. تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم، نبدأ بفريق الكهرباء. أمجد رحيم، طبعا فريق الكهرباء باللون البرتقالي والسراويل الزرقاء. على يمين السادة المشاهدين يلعب بأمجد رحيم ستار جبار، حسام كاظم وسجاد خليل وعلي خالد، عباس عادل نعمة ومرتضى هديب، أمير حسن، أموري فيصل، روان تيليس اللاعب البرازيلي، ودومتي كريستيان اللاعب النيجيري كذلك حاضرا من خلال هذه المباراة. هذه تشكيلة المدرب ولي كريم. هنا الهجوم الآن لفريق ديالا، بداية المباراة والتسديدة ولكنها بعيدة إلى الخارج مع وجود حالة تسلل وراية حاضرة من خلال اللقطة الماضية. الراية حاضرة من خلال اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة. الكرة تنفذ بشكل سريع. فريق ديالا من خلال هذه المباراة يلعب بتشكيلة حاضرة. فريق ديالا على يسار السادة المشاهدين يلعب بتشكيلة حسن عباس، علي خالد، منتظر ستار، مشكور كريم، حبيب فوفانة لاعب من كوتيفوار، وحسين ابراهيم، حسين منذور، ياسر نعيم، صديق جمال، وعمر عبد الرحمن. ولدينا كذلك اللاعب بنجامين أكور، لاعب اللي سجل في المباراة الماضية في مرمى القوة الجوية هدف التعديل في وقت قاتل. بنيامين أكور لاعب اللي كما ذكرت سجل هدف قاتل في مرمى القوة الجوية، واستطاع فريق ديالا الحصول على نقطة في المباراة الماضية. هذه تشكيلة المدرب صادق حنون. بالمقابل ذكرت تشكيلة فريق الكهرباء للمدرب ولي كريم، وطاقم تحكيم المباراة بقيادة حيدر عدوان، والحكم المساعد الأول محمود سمير، والحكم المساعد الثاني كرار أحمد، والحكم الرابع علي أحمد شاكر، وحكام الفار زيد ثامر وياسر هاشم. هنا واضح في الصورة حسين إبراهيم، بينما هنا عباس عادل نعمة. رمية تماس بداية المباراة. فريق ديالا مركز التاسع عشر بنقطة واحدة فقط، بينما فريق الكهرباء المركز الثاني عشر ب6 نقاط. أموري، كرة ملعوبة الآن لمصلحة ديالا صافرة، ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق ديالا. هنا عباس عادل، بينما هنا حسين إبراهيم لاعب فريق ديالا. ديالا الفريق العائد لدوري الكبار بعد غياب لعدة مواسم، ويتمنى من خلال هذه العودة أن تكون العودة عودة موفقة بالنسبة لهذا الفريق اللي من خلال المباريات الماضية بكل تأكيد يعني المباريات لم تكن بالصورة المطلوبة ولم تكن كما يتمناها جمهور ديالا، فريق الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وبالتالي جماهير ديالا الجماهير التي تمني النفس بأن تكون المباريات القادمة من مباراة القوة الجوية وهذه المباراة والمباريات القادمة تتمنى أن تكون الأمور بأفضل صورة، على اعتبار أنه المباريات والجولات الماضية بالنسبة لفريق ديالا الخسارة التي تلقاها واحدة من الخسارات الكبيرة أمام فريق الشرطة ب6 أهداف مقابل لا شيء. هذا ولي كريم مدرب السابق لفريق نوروز، وفريق نوروز من خلال هذه الجولة الذي حقق الانتصار الثاني على التوالي عندما حقق الفوز على فريق الطلبة بهدف لمروان حسين بقيادة المدرب السابق لمنتخبنا الوطني المنتخب العراقي اللي هو البرازيلي جورفان فييرا. كرة ملعوبة لعلي خالد، طبعا لدينا علي خالد مع فريق ديالا ولدينا علي خالد مع فريق الكهرباء. تمرير أموري
هنا لمسة جميلة في وسط الملعب من بنيامين، تمرير الكرة، الهجوم الآن، كرة صدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، مقطوع عن طريق صديق جمال، إلى تماس صادق حنون. المهمة ليست بالسهلة لهذا المدرب، كل يعلم بأنه الفريق المتأهل لدور الكبار لدور الأضواء يحتاج لعدة ظروف تساعده على أنه يكون متواجد بشكل ممتاز، منها يعني أن تكون وأن تلعب على ملعبك في المحافظة التي تنتمي لها. كل يعلم بأنه فريق ديالى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، ولو كانت مبارياته في ديالى لو كان هنالك ملعب جاهز بالنسبة لهذا الفريق أكيد ستكون النتائج مغايرة على ما حصل عليها من خلال الجولات الماضية. نتمنى أن يكون هنالك ملعب لفريق ديالى في ديالى لكي تحضر الجماهير ولكي تكون المباريات بأفضل صورة لهذا الفريق. الكل تابع والكل شاهد بأنه فريق نوروز الفريق اللي لديه حضور للموسم الرابع فقط في دورينا، وهو الآن يمتلك ملعب ممتاز، ملعب في السليمانية تابع لنادي نوروز، وملعب بأرضية ممتازة، وكذلك يتسع ل 15,000 متفرج وبأجواء جميلة. دائما يلعب طبعا المباراة الثانية على ملعب نوروز يحقق الانتصار الثاني، الأول كان في المباراة الافتتاحية أمام فريق النجف عندما حقق الانتصار نوروز بهدفين مقابل هدف واحد، والمباراة الثانية أمام فريق الطلبة وحقق الانتصار بهدف مقابل لا شيء. هنا عامل الأرض والجمهور له دور كبير بنتائج الفريق، وهذا الأمر نتمناه لفريق ديالى بأن تكون الأمور طبعا المناسبات القادمة بالنسبة لفريق ديالى أن يكون لديه ملعب وملعب مرخص لخوض مبارياته في دوري نجوم العراق. خطأ الآن لمصلحة اللاعب روان تيليس لاعب البرازيلي. حسام كاظم، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، رمية تماس لمصلحة فريق الكهرباء. كرة ملعوبة لأموري، لاعب ممتاز مهاري يمتاز بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، وبالتالي الكرة الآن لمصلحة فريق الكهرباء. المحاولة مستمرة، تيليس هنا تسديدة باتجاه المرمى، حلوة الكرة وحلوة التسديدة، ولكن حارس المرمى بتدخل ممتاز أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب من أمام أمير حسن اللي سدد الكرة بشكل ممتاز، وحارس المرمى كانت له الكلمة، حارس مرمى فريق ديالى حسن عباس اللي أبعد الكرة الماضية. كرة ملعوبة الآن، تمرير بعد ذلك، حسام كاظم لاعب السابق لفريق الزوراء. هنا الصافرة والخطأ، صافرة ولدينا خطأ بركلة حرة مباشرة لمصلحة أموري فيصل. شوف هنا الإبعاد الممتاز، هو إبعاد، هذا الإبعاد صحيح. شوف الحارس المرمى الإبعاد عندما يكون على الجانب، هذه تحسب لحارس المرمى، على اعتبار أنه لو عاد بالكرة بإبعاده داخل منطقة الجزاء ممكن تكون متابعة من أحد لاعبي فريق الكهرباء ويسجل، ولكن الإبعاد عندما يكون على الجانب على الأطراف هذه تحسب لحارس المرمى ويكون الإبعاد سليم 100%. كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس
هذا اللي كان واضح في الصورة صديق جمال، بينما هنا حارس المرمى. وبالتالي هنا حسام كاظم، ركلة مرمى لمصلحة فريق ديالى، تنفذ الكرة. أموري فيصل، ابعاد للكرة وبالتالي الى خارج ارضية الملعب، اصطدت وتحولت الى رمية تماس لمصلحة ديالى. صادق حنون بتوجيهات مستمرة، وبالتالي كرة الى رمية تماس. كرة ملعوبة الان لمصلحة هذه الكرة اللي اصطدت وتحولت الى رمية تماس بمطالبة كانت لفريق ديالى، والحكم المساعد الاول اعطى واشار بانه رمية التماس لمصلحة فريق ديالى. الان مرة اخرى منتظر ستار على التنفيذ، منتظر. مباراة لغاية الان بفرصة واحدة كانت خطيرة لمصلحة فريق الكهرباء، التسديدة الممتازة اللي كانت عن طريق امير حسن من خارج منطقة الجزاء، والابعاد الممتاز اللي كان من قبل حارس المرمى حسن عباس. هناك مباراة تقام بنفس التوقيت، مباراة اربيل وفريق النجف. مباراة تقام في ملعب فرانسوا حريري في اربيل. كرة ملعوبة الان، حسام كاظم، ستار جبار، ستار بكرة لعلي خالد. حسام كاظم، فريق ديالى يعتمد على الكرات المرتدة. ضغط من بنيامين اكور، حسام كاظم جهة اليسار، لمسة من سجاد خليل. كرة وصلت بعد ذلك للاعب كريستيان دومتي لاعب النيجيري. كرة أمامية لبنيامين، مطالبة بخطأ وحكم المباراة أشار لوجود ركلة ركنية. ركنية الآن، شوف الإعادة. وبالتالي حسام كاظم بكرة مع بنيامين. هنا الإعادة، وشوف هنا الإصابة كانت أعتقد يعني بعد سقوط اللاعب. هنا السلامة لبنيامين. حسام كاظم مدافع لاعب خبرة، وبالتالي هنا كذلك لاعب فريق الكهرباء تيليس، روان تيليس البرازيلي. هذا ستار جبار. ركنية الآن، بنيامين أكور صاحب أول هدف هذا الموسم، عندما كانت أول مباراة لفريق ديالى أمام فريق أربيل. أول مباراة تقيمت وانطلقت هذا الموسم أربيل وديالى، سجل من خلالها بنيامين أكور في الدقيقة الثامنة أول هدف رسمي لهذا الموسم، وافتتح التسجيل لهذا الموسم. ركنية الآن، صديق جمال على التنفيذ، عالية. الكرة وصلت لحارس المرمى أمجد رحيم. أمجد لحسام كاظم. حسام، أموري فيصل، سجاد خليل، سجاد لأمير حسن، عودة لعلي خالد. كرة ملعوبة الآن للأمام، ممتازة جدا، ممكن من خلال هذه الكرة عرضية وخطيرة. أوه، كرة خطيرة ولكنها مرت دومتي من خلال الكرة الماضية، لاعب النيجيري، وبكرة بشكل مباشر ولكنها مرت
بجوار القائم الايسر الى خارج ارضيه الملعب الى ركله مرمى. تمريره ممتازه كانت، تمريره اكثر من رائعه كانت عن طريق اللاعب روان تيليس، وبعد ذلك المتابعه للكره وتغطيه كانت حاضره كذلك من حبيب فوفانا. ركله مرمى، كره ملعوبه الان، صديق جمال الى خارج ارضيه الملعب. ربع ساعه مرت، تعادل بدون اهداف لغايه الان من خلال هذا اللقاء، لقاء لحساب الجوله الخامسه من دورينا دوري نجوم العراق لكره القدم بنسخته الثانيه لموسم 2024 2025. كره ملعوبه الان في وسط الملعب، حسام كاظم جهة اليسار، سجاد خليل، كرة لأمير، ستار جبار، تغطية حاضرة وبعد ذلك تبقى مع ستار جبار. تمرير الكرة لأمير حسن، إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب عن طريق روان تيليس. هذا روان تيليس، بينما هنا واضح في الصورة اللاعب ياسر نعيم لاعب الارتكاز لفريق ديالى. هذا صديق جمال، رمية التماس بنيامين، تمرير الكرة ياسر نعيم، عودة إلى الخلف لمنتظر، تمرير الكرة وصلت لأمجد رحيم، أمجد لعلي خالد. ممكن هدف في المباراة يجعل المباراة ربما تكون مختلفة ما بعد الهدف، ربما يكون الأداء أفضل، تكون المباراة أسرع، تكون المباراة أجمل إذا ما حضرت الأهداف. روان تيليس، أموري فيصل، سدد الكرة والإبعاد من قبل حارس المرمى، إبعاد من قبل حارس المرمى حسن عباس. ولدينا صافرة حكم المباراة بماذا يشير، وبالتالي ربما لدينا كذلك لاعب ملقى على أرضية الملعب. شوف هنا حسين منذور، هل هناك خطأ لحسين منذور على أموري فيصل؟ قرار حكم المباراة. حارس المرمى أبعد الكرة بشكل ممتاز. هنا صادق حنون يطالب بخطأ لمصلحة فريق ديالى. حكم المباراة ماذا احتسب؟ ركنية أو خطأ؟ سننتظر القرار. حيدر عدوان حكم المباراة، واحد من الحكام اللي نشاهدهم من خلال هذا الموسم. توفيق لحيدر عدوان في مسيرته التحكيمية، وبالتالي كل حكامنا نتمنى لهم التوفيق من خلال قيادات المباريات، ومنهم الحكام الشباب، منهم الحكام الخبرة الدوليين وحكام درجة أولى. صادق حنون، هذا حسام كاظم. توجيهات من ولي كريم لروان تيليس وكذلك مرتضى هديب. فريق الكهرباء يطمح من خلال هذا الموسم كذلك بأن تكون الأمور ممتازة. شوف الدماء، بالسلامة لحسين منذور، لاعب اللي أصيب من خلال اللقطة الماضية بكرة مشتركة ما بينه وبين أموري فيصل. مباراة مستمرة بالتعادل بدون أهداف وصولا للدقيقة 20 من زمن الشوط الأول. هذه النتيجة وهذه المباراة نتمناها أن ترتقي لمستوى أفضل
كل يعلم بأنه فريق ديالى بداية كانت أمام فريق أربيل الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، وخسارة أمام الشرطة ب6 أهداف مقابل لا شيء، وخسارة أمام نادي القاسم بهدف مقابل لا شيء هنا على هذا الملعب. وبعد ذلك يأتي التعادل اللي كان حاضرا من خلال الجولة الماضية، الجولة الرابعة، أمام فريق القوة الجوية بهدف مقابل هدف. أفضل نتيجة كانت للفريق بالنسبة لفريق ديالى هذا الموسم نقطة أمام فريق القوة الجوية، وفي بغداد في ملعب الشعب الدولي، والتوقيت الذي من خلاله جاء الهدف، هدف التعادل برأسية اللاعب بنيامين أكور، كان توقيت مثالي، وتحسب يعني النقطة ب3 بالنسبة لفريق ديالى من خلال الجولة الماضية. كما ذكرت يعني هي من مباراة القوة الجوية أمنيات، وحارس المرمى على دفعتين حصل الكرة أمجد رحيم. كما ذكرت هي أمنيات بالنسبة لجماهير ديالى بأن تكون مباراة القوة الجوية نقطة تحول إيجابية بالنسبة للفريق من خلال المباريات القادمة مرورا بهذه المباراة. علي خالد، ستار جبار، كرة ملعوبة الآن، أموري فيصل، محاولة عن طريق دومتي، تمرير الكرة، هجوم لديالى، بنيامين أكور بنقل الكرة للأمام باتجاه حسين إبراهيم، وصلت لصديق جمال، ستار جبار، ستار لعلي خالد مدافع الكهرباء، تمرير الكرة لأمير حسن، هذا تيليس، أمجد رحيم، علي خالد، حسام لعلي خالد، حسام كاظم، أمامي الكرة، كرة وصلت لدومتي، سجاد خليل، تمرير الكرة لأمير حسن، أكثر استحواذ على الكرة وانتشار في الملعب فريق الكهرباء. تيليس، روان، تمرير الكرة، كرة للأمام، إبعاد من فوفانا لاعب السابق لفريق الميناء. ومن خلال هذه الجولة فريق الميناء حقق نتيجة مميزة أمام فريق الزوراء بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء. هنا الدخول والخطأ لأموري فيصل، خطأ على منتظر ستار من خلال اللقطة الماضية. بالسلامة لأموري، مباراة ما شاهدنا فيها أهداف، عاد ما نتمنى نشاهد فيها إصابات ولا بطاقات ملونة. هذا منتظر ستار مدافع فريق ديالى، وهذا ستار جبار، خطأ في مكان قريب من منطقة الجزاء لفريق الكهرباء، الاعتماد على الكرات الثابتة. هذا أمير حسن صاحب التسديدة الوحيدة الممتازة اللي كانت لفريق الكهرباء، والإبعاد كذلك للكرة من قبل حارس المرمى حسن عباس. في منتصف ساحة لعب فريق ديالى، الخطأ الآن والكرة الآن، ركلة حرة مباشرة، حسام كاظم وأمير وكذلك أموري قريب، تسديد باتجاه المرمى ولكنها مرت إلى الخارج، أعتقد إلى ركلة ركنية. هذا أموري وإلى ركلة ركنية الآن لمصلحة فريق الكهرباء. حيدر عدوان حكم المباراة. كرة تنفذ، ضربة رأسية، خروج لحارس المرمى، تبقى المحاولة والتسديد للكرة، إبعاد حسام كاظم، متابعة
للكرة، ولكن دفاعات فريق ديالى بشكل ممتاز بالمرة الأولى والثانية وحتى الثالثة. حسن عباس في حديث مع حكم المباراة كان يطالب حكم المباراة بخطأ من الكرة الأولى. شوف هنا الإعادة، كان يطالب حكم المباراة بخطأ من هذه الكرة. بعد ذلك الإبعاد من الدفاع، متابعة ستار جبار، ومن ثم الإبعاد من حسين منذور، وبعد ذلك تأتي الصافرة لوجود خطأ لمصلحة فريق ديالى. خطأ إذن، هنا الإبعاد اللي كان من قبل حارس المرمى، وهنا حديث حارس المرمى مع حكم اللقاء حيدر عدوان. ركلة حرة مباشرة، حسن عباس عالي الكرة، أموري، كرة مقطوعة الآن من عمر عبد الرحمن، تمرير إلى خارج أرضية الملعب. عمر، كرة لبنيامين أكور، ولكن وصلت لحارس المرمى أمجد رحيم. فريق ديالى واحد من الفرق التي كانت حاضرة بشكل ممتاز في دورينا، عديد من الأسماء واللاعبين مثلوا هذا الفريق وكانوا نجوم في دورينا، ومواسم كانت جميلة بالنسبة لفريق ديالى عندما كان حاضرا بدور الأضواء. عندما يعود بعد غياب كل تأكيد يعني تكون الأمنيات على أنه الفريق يكون حضوره ليس فقط يعني حضور من أجل مشاركة، لا، جمهور ديالى وفريق ديالى عندما يعود لدور الأضواء ودور الكبار يتمنى أن تكون الأمور بمشاركة فعلية، بمشاركة يكون له دور كبير بتقديم مستوى جميل ومراكز متقدمة. السلامة لياسر نعيم، هذا حسين منذور، أفضل فريق الكهرباء على مستوى الاستحواذ من خلال الدقائق اللي مرت. فريق ديالى يعتمد على الكرات المرتدة. ركلة حرة مباشرة، تسديدة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. مباراة يعني لغاية الآن حتى دون الوسط، ليست متوسطة المستوى، لا بل حتى دون الوسط لغاية الآن. ولكريم بنظرات المباراة بكل تأكيد يعني كل مدرب يتمنى من كل جولة أن تكون له كلمة بالانتصار أو بتعادل. في بعض المباريات يكون فيها التعادل بطعم الانتصار بالنسبة لبعض المدربين وبعض الأندية، ولكن كل مدرب لا يتمنى أن تكون الخسارة حاضرة. الخسارة بالنسبة للمدرب مع اللاعبين مع الجمهور أمر ليس محبب بالنسبة للجماهير ولكل الأندية الخسارة، ولكن واقع كرة القدم يفرض علينا بأنه كرة القدم فيها فوز وخسارة وتعادل، ولكن الكلمة تكون لمن يستغل الفرص. هنا كرة عن طريق تيليس خطيرة، جول! هدف للكهرباء الآن، هدف عن طريق مرتضى هديب يسجل لمصلحة الكهرباء. لاعب خط الوسط في الدقيقة 30 يستطيع أن يسجل ويسجل أول أهداف في المباراة بالنسبة لفريق الكهرباء. الكهرباء يتقدم ويسجل عن طريق مرتضى هديب. هذا مرتضى هديب، ولكن العمل كل العمل بالنسبة للاعب البرازيلي روان تيليس بمرور ممتاز، هي الكرة العرضية ولاعب غير مراقب، وبالتالي لم تكن تغطية دفاعية محكمة من قبل مدافعي فريق ديالى في اللقطة الماضية، وبعد ذلك تأتي الرأسية بأريحية تامة وبدون مضايقة من المدافعين، حط راسه فيها وسجل مرتضى هديب
أول أهداف في المباراة ليتقدم فريق الكهرباء بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 30. هدف مقابل لا شيء في الدقيقة 30، هدف سيغير من واقع المباراة. ستكون المباراة أجمل في الدقائق القادمة، على ما أعتقد بأنه فريق ديالى سيحاول أن يتعادل، سيحاول أن يعود للمباراة من خلال تسجيله لهدف التعديل. كرة لحسام كاظم، دومتي خطأ وركلة حرة مباشرة الآن. ركلة حرة مباشرة مع وجود بطاقة صفراء لدومتي كريستيان. هذا النيجيري يتلقى البطاقة الصفراء، وبالتالي من خلال اللقطة الماضية هنا الإعادة والخطأ والبطاقة الصفراء للنيجيري دومتي كريستيان. كرة ولكنها اصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. تماس الآن، تمرير الكرة جهة اليسار، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء. هنا المتابعة، انطلاقة سريعة بارتداد سريع، بعد ذلك تبقى المحاولة. أموري، تمرير الكرة لدومتي، مرر تيليس، روان تيليس لاعب ممتاز، صانع الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن، أبرز اللاعبين لفريق الكهرباء. كرة بجهة اليمين، تسديدة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق ديالى. هذا علي خالد. هذه الصورة الجميلة لبغداد السلام، بغداد الحبيبة، العاصمة الحبيبة. لقطة وصورة من الأعلى لملعب المدينة الدولي الذي يحتضن هذه المباراة ويحتضن مباريات فريق ديالى بالنسبة لهذا الموسم. كرة إلى الخارج، هذا روان تيليس، رمي التماس، كرة ملعوبة الآن. لغاية الآن فريق ديالى لم نشاهد فرصة حقيقية على مرمى فريق الكهرباء من خلال ال 33 دقيقة التي مرت. كرة إلى الخارج إلى ركلة مرمى. لاعب مشكور كريم من خلال اللقطة الماضية، بينما هنا سجاد خليل الظهير الأيسر لفريق الكهرباء. ركلة مرمى لأمجد رحيم حارس المرمى. نتمنى أن ترتقي المباراة لمستوى أفضل، خصوصا بعد ما سجل فريق الكهرباء هدف عن طريق اللاعب مرتضى هديب في الدقيقة 30 من زمن هذا الشوط. كرة بإبعاد بضربة رأسية عن طريق أمير حسن، صافرة وخطأ. ركلة حرة مباشرة لبنيامين أكور، خطأ على علي خالد. خطأ، ركلة حرة مباشرة، خطأ على علي خالد، تدخل الأخير، وبالتالي حكم المباراة يشير لوجود خطأ. السلامة لبنيامين. هنا حارس المرمى أمجد رحيم لم يختبر بشكل حقيقي من خلال هذا اللقاء لغاية الآن بعد مرور 35 دقيقة. صادق حنون بتوجيهات مستمرة من أجل العودة للمباراة، وهنا توجيهات واضحة لعمر عبد الرحمن
هنا شوف المرور الممتاز، وبعد ذلك يعني مر من الأول وجميلة جدا لقطة الهدف، المرور الممتاز، وبعد ذلك الكرة العرضية في المقاس على رأس اللاعب مرتضى هدير اللي ما كذب خبر واستطاع أن يودع الكرة داخل الشباك ليتقدم فريق الكهرباء بأول أهداف المباراة. هذا مرتضى لاعب اللي سجل كذلك على فريق نوروز في المباراة اللي فاز فيها بهدفين مقابل هدف واحد فريق الكهرباء. في يومها سجل منتظر عادل نعمة هدف وسجل مرتضى هدير. اليوم يعود مرتضى هدير ويسجل هدف الثاني الشخصي من خلال هذا الموسم. كرة لمصلحة ديالى، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، عمر سدد الكرة خطيرة ولكنها مرت، كرة خطيرة ولكنها مرت. هذه محاولة جيدة بالنسبة لفريق ديالى، محاولة جيدة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. شوف كانت قريبة، مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى أمجد رحيم. أمجد على التنفيذ جهة اليمين، كهرباء مرتضى هدير، كرة مقطوعة، حسين منذور بتمرير الكرة، تبقى المحاولة للمرور ولكن بعد ذلك مقطوعة من أمام حسين إبراهيم. ستار جبار، تمرير عن طريق عباس عادل، عادت لفريق ديالى صديق، تبادل الكرات، هجوم الآن صديق جمال، الكرة العرضية العالية مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا عمر عبد الرحمن، بينما هنا أمير حسن لاعب شاب، هذا ياسر نعيم لاعب خبرة في وسط الملعب، لاعب الارتكاز. صورة جميلة التي نشاهدها وتعودنا على هذا الجمال وهذه الصورة الجميلة التي لا تحتاج إلى كلام كثير ولا تحتاج إلى تعليق. اي والله. ملعب المدينة الدولي اللي يحتضن العديد من المباريات والعديد من المناسبات بكل تأكيد. كرة ملعوبة لجهة اليسار، بدأ فريق ديالى وضربة رأسية عن طريق بنيامين. شوف الاعتماد على الكرات العالية التي ترفع والطويلة باتجاه بنيامين أكور، على اعتبار أنه يجيد هذا اللاعب الواضح في الصورة، يجيد تنفيذ الكرات الرأسية والألعاب الهوائية. شوف الكرة العرضية الممتازة وبعد ذلك تأتي الرأسية ولكنها في المكان المناسب بالنسبة لحارس المرمى أمجد رحيم. هنا بنيامين بدأ تحرر فريق ديالى، بدأ يتقدم، بدأ يحاول، وبالتالي كل هذه الأمور من أجل إدراك التعادل. سجاد، أموري فيصل، صافرة، ولدينا خطأ ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق الكهرباء. آخر 5 دقائق للزمن الشوط الأول، تقدم لفريق الكهرباء بهدف في الدقيقة 30 عن طريق مرتضى هدير. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب اللي هو حسين إبراهيم. خطأ لفريق الكهرباء. جماهير فريق ديالى وصلت متأخرة لمدرجات الملعب. والله هي دعوة لجماهير ديالى. شوف الجماهير، نعم النتائج هي من تأتي
بالجماهير، ولكن الجمهور يجب أن يكون مع الفريق بالخسائر والنتائج السلبية قبل أن يكون مع الفريق في النتائج الإيجابية والانتصارات، على اعتبار أنه الفريق يحتاج لوقفة جماهيره عندما يكون في مباريات وبنتائج غير مرضية. هنا الفريق يحتاج للجمهور أكثر من الأوقات اللي فيها هو محققا لنتائج مميزة وانتصارات. فهذه دعوة لجماهير ديالى، وأنا أعرف تماما بأنه فريق ديالى يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، شاهدناهم في الدوري الممتاز عندما كان يلعب ديالى في الموسم الماضي في الدوري الممتاز، وعندما خصوصا عندما كان يلعب على ملعبه يكون الملعب ممتلئ تماما. جماهير ديالى عاشقة لكرة القدم وعاشقة لفريق ديالى، وكذلك تذهب مع الفريق أينما كان. اليوم لدينا عودة لدوري الكبار، لدينا عودة لدوري نجوم العراق بالنسبة لفريق ديالى، والجماهير نعم الفريق لم يحقق إلا نقطة واحدة من 4 جولات، 3 خسائر، واحدة كانت خسارة كبيرة، ولكن التوجيه الآن لجمهور ديالى. هنا كرة خطيرة، مشكور كريم بهدف عكسي في مرماه، بهدف عكسي في مرماه يأتي الآن، وبالتالي هدف ثاني لمصلحة الكهرباء. جول ثاني بنيران صديقة، هذه المرة يعمق الجراح بالنسبة لفريق ديالى، ومشكور كريم لم يكن قاصدا بالنسبة للكرة الماضية، حاول الإبعاد وخروج لحارس المرمى، ولم يكن هنالك تناسق واتفاق ما بين حارس المرمى والمدافع مشكور كريم لتكون الكرة بهذا الحال بهكذا طريقة إلى داخل الشباك بهدف عكسي. بنيران صديقة يضع الكرة داخل المرمى ليتقدم فريق الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء الآن، بهدفين مقابل لا شيء الآن. مشكور لم يكن قاصدا بكل تأكيد. هنا الحسرة بالنسبة لكذلك اللاعب منتظر ستار، هذا مشكور اللي سجل هدف بالخطأ في مرماه، وبالتالي يتقدم الآن فريق الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء. كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى أمجد رحيم. الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، نتيجة مرضية بالنسبة للمدرب ولكريم. كلكاني أخرج من الشوط الأول متقدما بهدفين، وبعد ذلك التفكير بالشوط الثاني بكل تأكيد. رمية تماس، كرة ملعوبة. فريق ديالى سيحاول، يعني إذا ما سجل في الشوط الأول سيحاول بكل تأكيد يعني من الشوط الثاني. هنا السقوط لبنيامين أكور، كان يطالب بخطأ، حكم المباراة كان قريب حيدر عدوان اللي أشار لاستمرار اللعب. عمر عبد الرحمن، فريق ديالى المباراة الأولى أمام فريق أربيل قدم مستوى كبير مع الخسارة، ولكنه قدم مستوى ممتاز. أمام فريق القوة الجوية كذلك قدم مستوى ممتاز. اليوم لغاية الآن يعني الفريق إلا بمحاولة واحدة اللي كانت عن طريق عمر عبد الرحمن، التسديدة اللي مرت هذه يعني كانت من أخطر الفرص. كانت هناك كرة رأسية من بنيامين أكور لم تشكل خطورة، كانت هنالك كذلك تسديدة
لم تشكل خطورة بالنسبة لحارس المرمى أمجد رحيم، ولكن الكرة الأخطر بالنسبة لفريق ديالا هي التسديدة اللي كانت من عمر عبد الرحمن اللي مرت بجوار القائم الأيمن إلى ركلة مرمى. هذه فقط اللي كانت لفريق ديالا. يعني على الفريق، هو الفريق لغاية الآن خاسرا بهدفين مقابل لا شيء، والخسارة هي واحدة إذا ما كانت بهدف أو بأكثر عدد من الأهداف. على الفريق أن يقدم مستوى أفضل. تسديدة من خارج منطقة الجزاء إلى ركلة مرمى. تسديدة من حسين إبراهيم إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق الكهرباء. هسه نشاهد تغييرات ما بين الشوطين. نلعب في الوقت الضائع، الوقت المضاف 3 دقائق، طبعا بتقدير من حكم المباراة حيدر عدوان. فريق ديالا على دكة البدلاء لديه الأسماء الحاضرة. هل سنشاهد تغييرات؟ يعني ممكن المنتصر بالله فؤاد، ممكن مولوكو لاعب الكنغولي، ممكن علي كريم، زين العابدين سلام. هذه الأسماء المرشحة بأن تكون ممكن حاضرة من خلال الشوط الثاني أو ما بين الشوطين. الأمر يترك للمدرب صادق حنون إذا ما كانت هنالك طبعا تغييرات ما بين الشوطين. مرور ممتاز، هذا لاعب ممتاز بالمناسبة، لاعب ممتاز جدا، تحركاته، السيطرة على الكرة، يمر بشكل سلس، يتناقل الكرة بأريحية تامة، وهو صنع الهدف الأول. لاعب ممتاز البرازيلي اللي هو روان تيريس اللي يحصل على خطأ الآن. ركلة حرة مباشرة، وننتظر من الفريقين شوط ثاني أجمل من الشوط الأول. بطاقة صفراء لصديق جمال. كرة ملعوبة الآن، أمامية الكرة حسام كاظم، كرة لفريق ديالا، ابعاد للكرة أموري يحاول الآن. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراق الكرام أينما كنتم، تأتي صافرة حكم المباراة حيدر عدوان لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء لفريق ديالا. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.
عندك يدك انت ويدياله ها لو غيرك لا لكن شبه لا مو لابس ساده ويدياله هذا مالته وين كان مال عزيز وين كان يا والله محمد يتعامل فيديو بالكاميرا عادي فيديو بالكاميرا عادي شلون عمر لكن يا بالقلب عبرتك والله قلت لي هذا اخوي هذا بس بطل فيديو كف شلون فيديو نشر كله يدرون فيه اللعبة؟ اللعبه لا تصور باللعبة ينشر باللعبة؟ اتحداك هسه اذا جبت الفيديو باللعبة عمار شاكر ابو القاسم من دون ينشر الحراقه هو عارف بس ما مصور شو اسمه فيديو باللعبة وياهم والله لو قلنا محمد بغداد قديم كيف هذول هو يجون بس على اللعبات الجماهيريه يقولوا انا اشوفهم رقاص وطلبه واسماعيل الباقي لا هذا وصدق كلنا نشوفهم وايد شفت اسمع اللعب عمار شاكر يعني يشوف المشهد يعني يشوف فيديو حتى كامل لا انا صار ما يشوف فيه يعني النادي نادي الى الاحتفال يصور ماشي يصور تمرين يصور اي شيء نادي ماشي بس بالاحتفال صار اشتري احتفال الاحتفال بيصير ما حد يعرف من المصورين بس النادي والليجا ليش احسن شيء هاي برشلونة جمال ليش؟ اللعبة راح المصورين كلها مو مصورين برشلونه كلهم محترفين كلهم ناس واعيه وكلهم وكالات شباب ربنا يشتغلون يا ابو علي هذا يطلع موبايل داعي بعض داخل السلطان هسه اذا احنا نجي نوفر قدام نقول يقول صورنا على امور خلاص عندنا مكفر نصور احنا نفسنا مو هسه كذا كذا لا قلب كفي لك تبي تصور لك قلب هذا اجي كان يريد يكفي عشان ما عاد مرتبط يا ريت زين هسه اوقف هسه صار في مباراه القناه وغيرها وغيرها ترجع شوف نشر العباس علي مو 10 مصورين بس لا بس صار ذاك اليوم يعني والتصور ساقط لنا المشتري هذا صار صغار نريد نصور قال ما هو ممنوع احمد سعيد قلت له يعني انا لازم اتابع بس مش يعني بالضبط جماهيريه ما جماهيريه سعيد لا بس يعني صار نقدر يعني كعالم انه لازم تدخل او هو المنسق من يجي ويشوف موبايل يجرب كم مصور بس؟ بغداد ماركت لا غير هم هسه جاي يصورون دوري واللي جاي يصورون دوري غير الاولويه مثلا صندوق قليل خمس مصور لا يعني لازم تدري تقدمهم انسان 40 مصور انسان هذا قرن وهذا تجيب الحين من الكل رجال 60 قد 20 طب فوق وربيل دولة بس ما له حصل جايب باي مال الانديه طيب ما جاي يطلع عن اسمائهم باي مال الانديه يقول لي جوازة ما شاء الله مثلا ما شاء الله ما طلع عن اسمائهم يلا ان شاء الله يلا يلا تفضل
أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء ديالى والكهرباء، لقاء لحساب الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025 بالنسخة الثانية. هنا تغيير بخروج ياسر نعيم ودخول المنتصر بالله فؤاد. فريق ديالى يجري تغيير ما بين الشوطين، المدرب صادق حنون، بقية الأسماء الحاضرة حسن عباس، علي خالد، منتظر ستار، مشكور كريم، حبيب فوفانة، حسين منذور، صديق جمال، وعمر عبد الرحمن. فريق الكهرباء يبدو لي بنفس الأسماء التي بدأ من خلالها ولي كريم بالشوط الأول: أمجد رحيم، ستار جبار، حسام كاظم، وسجاد خليل، علي خالد، وعباس عادل نعمة، مرتضى هديب، أمير حسن، أموري فيصل، وروان تيليس اللاعب البرازيلي، ودومتي كريستيان اللاعب النيجيري. تشكيلة الفريقين الشوط الثاني: الشوط الأول حضرت فيه الأهداف، هدف عن طريق مرتضى هديب في الدقيقة 30، وهدف ثاني كان هدف عكسي من المدافع مشكور كريم في الدقيقة 42. هذه هي إحصائيات الشوط الأول. شوط كان متوسط المستوى أو أقل من ذلك. نتمنى أن يكون هذا الشوط الثاني شوط أجمل من الشوط الأول، وكذلك نتمنى لفريق ديالى أن يجاري فريق الكهرباء، على اعتبار أنه شاهدناه فقط بعد ما سجل في مرماه الهدفين، يعني الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول بدأ يتقدم فريق ديالى وبدأ يخطر مرمى فريق الكهرباء. دقائق الأولى من زمن الشوط الثاني: رمية تماس، كرة تنفذ، بنيامين، إبعاد عن طريق مرتضى هديب، حسين منذور، تمرير الكرة، صديق جمال، فوفانة، منتصر بالله فؤاد، تمرير الكرة، هنا كرة خاطئة من مشكور كريم، عادت لحبيب فوفانة، تبقى المحاولة، كرة إلى جهة اليسار، وصلت لأموري، صافرة وخطأ حكم المباراة حيدر عدوان، وبالتالي الخطأ وأموري فيصل من خلال اللقطة الماضية. شوف الإعادة، وبالتالي حكم المباراة يحتسب الخطأ. شوف أموري والمنتصر بالله فؤاد، لاعب البديل الوحيد في المباراة. هذه جماهير ديالى وإن كانت قليلة، ولكن بكل تأكيد يعني حضورها على المدرجات يعطي دفعة كبيرة للاعبين، ومؤازرة تكون كبيرة بكل تأكيد حتى وإن كانت الأعداد قليلة. ركلة حرة مباشرة، لدينا سقوط لحسام كاظم. السلام لحسام، كذلك ربما يشكو من إصابة. هنا المنتصر بالله فؤاد، حكم المباراة حيدر عدوان صاحب 31 سنة من ذيقار، بكالوريوس تربية رياضية، واحد من الحكام الذين يمتلكون الرخصة الدولية في دوري نجوم العراق. تحدث عن حكم المباراة حيدر عدوان، يتحدث مع اللاعبين. لدينا خطأ وركلة حرة مباشرة. حسام كاظم، بالسلامة لحسام. يكتفي باحتساب الخطأ حكم المباراة.
هنا الإعادة لكرة أموري والمنتصر بالله فؤاد. ركلة حرة مباشرة، يحاول فريق ديالا أن يقلص الفارق. 5 دقائق مرت من زمن الشوط الثاني من عمر المباراة، ولا يزال التفوق والتقدم بالنسبة لفريق الكهرباء بهدفين نتيجة الشوط الأول. الشوط الثاني لغاية الآن ما شاهدنا فرص من خلال الدقائق اللي مرت. هنا حديث حكم المباراة مع صادق حنون مدرب الفريق، اعتراض من قبل المدرب. هنا بطاقة صفراء لصادق حنون. كرة تنفذ عالية للأمام، إبعاد بضربة رأسية، متابعة للكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، هذا الكابتن علي خالد مدافع فريق ديالا، بينما هنا ستار جبار على تنفيذ رمية التماس. تماس الآن، ستار جبار، دومتي، كرة وصلت للحبيب فوفانا، منتصر بالله فؤاد، مرتضى هديب، أموري، خاطئة، حسين منذور، حسين منذور، كرة إلى جهة اليسار، عالية ترسل للأمام، إبعاد بضربة رأسية. حسام كاظم، متابعة للكرة لسجاد خليل، سجاد لمرتضى هديب، قطع عن طريق المنتصر بالله فؤاد، رمية تماس. هذا مرتضى صاحب الهدف الأول، سجل من خلال هذه المباراة، وسجل كذلك في مباراة الكهرباء ونوروز. فريق الكهرباء طبعا فريق اللي لم يخسر لغاية الآن من خلال مبارياته، 6 نقاط، فوز و3 تعادلات. فريق اللي لم يتلقى خسارة، الفريق اللي سجل هدفين وشي طبعا نتحدث عن الأهداف اللي في مرماه، هدف واحد فقط. الآن يصل ل4 أهداف في الدوري هذا الموسم مع أهداف هذه المباراة. عندما فاز على نوروز بهدفين مقابل هدف واحد، سجل منتظر عادل وسجل مرتضى هديب. اليوم سجل مرتضى هديب وسجل مدافع فريق ديالا هدف عكسي في مرماه اللي هو مشكور كريم. خروج لحسام ودخول لمحمد بن طرشة. تغيير للمدرب ولي كريم. أمامي الكرة، صديق جمال، كرة وصلت لحارس المرمى. أمير حسن، دومتي، صافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة. خطأ في منتصف الملعب. شوف هنا الإعادة، وبعد ذلك شوف كرة ما بين دومتي وعلي خالد مدافع فريق ديالا. مرتضى، تمرير الكرة، كرة أمامية ممتازة للغاية، وخروج لحارس المرمى حسن عباس. تمريرة ممتازة عن طريق اللاعب روان تيليس، أقرب للاعب أو حارس المرمى حسن عباس. إبعاد بضربة رأسية، محمد بن طرشة، وصلت لمنتظر ستار في وسط الملعب. أمير حسن، أموري فيصل، تيليس، أموري، مرور ممتاز، الله على أموري، ولكن بعد ذلك الكرة مقطوعة الآن. ارتداد سريع بكرة لعمر عبد الرحمن، عمر وصافرة
وخطأ ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق الكهرباء. خطأ لستار جبار. شوف الإعادة، خطأ على عمر. من خلال اللقطة الماضية هدفين مقابل لا شيء، تبقى الأمور بالنسبة لفريق الكهرباء، الفريق الذي يحاول أن يحافظ على هذه النتيجة، على هذا التقدم، الاعتماد على الكرات المرتدة، الاعتماد على أخطاء مدافعي فريق ديالى لكي يضيف الثالث، بينما فريق ديالى يحاول ضاغطا ويهاجم بأكثر عدد من اللاعبين واعتماد على الكرات الطويلة والكرات العرضية. وبالتالي هنا فريق الكهرباء سجاد خليل سدد الكرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. سجاد خليل الظهير الأيسر بتشكيلة فريق الكهرباء سدد يسارية قوية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوف دومتي بضربة رأسية ممتازة تقدم فيها سجاد وسدد الكرة ولكنها كانت خطيرة، كانت خطيرة والنوايا واضحة من أجل إدراك الثالث بالنسبة لفريق الكهرباء. خطأ ركلة حرة غير مباشرة. علي خالد. حالات الأوفسايد 4، 3 ديالى وحالة واحدة فريق الكهرباء. أموري، مرتضى هديب، أمير حسن لعلي خالد. أمير، كرة مقطوعة الآن، محمد بن طرشة لمرتضى هديب. بن طرشة مرة أخرى، كرة لروان تيليس. حبيب فوفانا، تترك الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تترك. هذا روان تيليس لاعب البرازيلي صانع الهدف الأول، لاعب بتحركات ممتازة وباستلامه للكرات، سيطرته على الكرة، تحركاته في الملعب، لاعب جيد. هجوم لعمر، كرة اصطدت وتحولت ووصلت لمنتظر ستار. ابعاد بضربة رأسية. محمد بن طرشة. هجوم لفريق الكهرباء. متابعة. عباس عادل بتمرير الكرة، سقوط على أرضية الملعب لعباس عادل نعمة. كرة في وسط الملعب، ارتداد الآن، تبادل الكرات، تمريرة من قبل بنيامين أكور ولكنها كانت خاطئة. دومتي، كرة لمنتظر حسن عباس، حارس المرمى، ابعاد للكرة الى خارج ارضية الملعب، الى رمية تماس لفريق الكهرباء اللي عاد ويسيطر على الكرة الان. اعتراض من علي خالد مدافع فريق ديالى من خلال اللقطة الماضية. ركلة حرة مباشرة لفريق الكهرباء، الخطأ براية حاضرة من الحكم المساعد الأول محمود سمير. قريب عباس عادل، شوف الأخطاء، 15 خطأ، 6 ديالى، 9 فريق الكهرباء. ترسل الكرة للأمام، بعد ذلك تغطية حاضرة، إبعاد للكرة، وصلت لأمير حسن، مرتضى هديب، أموري فيصل، عمر. مبدأ إتاحة الفرصة من قبل حكم المباراة، وخطأ وبطاقة صفراء على مرتضى هديب صاحب الهدف الأول في الدقيقة 30، مرتضى هديب. وبالتالي الخطأ والركلة الحرة المباشرة. هذا مرتضى لاعب خبرة في دورينا عدة أندية، وبالتالي يعني لاعب تحدث عن سنوات ومواسم عديدة له في دورينا. كل هذه الأمور تعطي أفضلية بالنسبة لهذا اللاعب بتواجده
في كل مباراة إذا ما كان لاعبا أساسيا أو حتى لاعب بديل. اعتذار جميل من بنيامين أكور لحارس المرمى أمجد رحيم من خلال اللقطة الماضية. محمد بن طرشة، مرتضى، تبادل الكرات ممتاز جدا كان، طالت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. هجوم الآن، متابعة للكرة، تمرير لبنيامين، هذه فرصة، كرة عالية مرت من الجميع وصلت لسجاد خليل، تغطية من عمر عبد الرحمن، تبادل الكرات، ستار مع سجاد، سجاد مرور أول ممتاز، بعد ذلك التمرير، أموري لستار جبار، لأموري مرة أخرى، ارتداد سريع، دومتي يحاول دومتي، أموري مرور ممتاز، نقل الكرة للأمام، تبقى المحاولة، تبقى المحاولة، تيليس تيليس تيليس، روان روان روان، تيليس، كرة عرضية للأمام ولكنها وصلت لحارس المرمى حسن عباس. حلوة هذه الهجمة كانت لفريق الكهرباء، منظمة من الدفاع، تناقل الكرات، بعد ذلك يعني وصلت الكرة بشكل ممتاز لتيليس. تغييرات قادمة لفريق ديالى، لاعب مولوكو كنغولي، خروج لمشكور كريم، ولدينا تغيير كذلك لفريق الكهرباء، دخول لأحمد تركي، كذلك تغييران لفريق ديالى مع تغيير لفريق الكهرباء. هذه التغييرات، أحمد تركي ومولوكو، كرة عالية وبنيامين أقرب لحارس المرمى. خروج لروان تيليس ودخول لمنتظر عادل نعمة. هذا بالنسبة لفريق الكهرباء، كذلك تغييرات مستمرة لكلا المدربين. هنا محمد بن طرشة أحد التغييرات اللي كانت للمدرب ولي كريم، يحاول أن يحافظ على النتيجة بدخول محمد بن طرشة كونه لاعب مدافع. كرة للأمام، تمريرة عن طريق صديق جمال، في وسط الملعب، حسين منذور، تمرير لعمر، مولوكو لاعب البديل أرسل كرة ولكن بعد ذلك إبعاد للكرة. حسين منذور، كرة لصديق جمال، لمولوكو على الطرف الأيمن، تمريرة لعمر، عمر عرضية عالية باتجاه أحمد تركي، يحاول أحمد وبالتالي خطأ لمصلحة فريق ديالى. خطأ، شوف هذه الابتسامة من قبل لاعب بالرقم 7 عباس عادل، شوف افضل من الاعتراض بكلمات، او انت تعترض بهكذا طريقه، هذه تكون اجمل. اي والله، ولكن حلوه كانت لعباس عادل الابتسامه العريضه. خطا وركله حره مباشره، تنفذ الكره خطيره داخل منطقه الجزاء ولكنها مرت الى الخارج الى ركله مرمى. هذا المنتصر بالله فؤاد كذلك احد البدلاء، نذكر بانه البدلاء الثلاث اللي كانوا لفريق ديالى المنتصر بالله فؤاد واحمد تركي ومولوكو. هجوم لمنتظر عادل، هذا البديل الوحيد لفريق الكهرباء، منتظر عادل
جاء بديلا لتيليس، روان تيليس اللاعب البرازيلي. ارتداد سريع، كرة من الجهة البعيدة، المحاولة مستمرة عن طريق عمر عبد الرحمن لمولوكو، مولوكو بكرة عرضية ولكن مرتضى هديب أبعد الكرة. أموري كرة أمامية، ضربة رأسية الآن، متابعة للكرة وصلت لعباس عادل، أمامية الكرة باتجاه مولوكو أقرب لحارس المرمى، أقرب للحارس. 65 دقيقة مرت، تقدم لفريق الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء. جاءت الأهداف في الشوط الأول في الدقيقة 30 عن طريق مرتضى هديب، وفي الدقيقة 42 بهدف عكسي من المدافع مشكور كريم، ليتقدم فريق الكهرباء بهذه النتيجة. نتيجة الشوط الأول كما ذكرت. الشوط الثاني لم يشهد أهداف لغاية الآن، لا للكهرباء ولا حتى لفريق ديالى. لقاء لحساب الجولة الخامسة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025 بنسخته الثانية. ستار جبار، رمي التماس، هذا ستار جبار ورمي التماس، تنفذ الكرة، تغيير اتجاه اللعب، علي خالد مدافع ديالى، تمرير الكرة عالية وإبعاد من عباس عادل، إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا عباس، تمرير الآن متصل بالله فؤاد، وهنا خطأ على عباس عادل، وبالتالي ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق ديالى في مكان ممتاز. هنا الخطأ على عباس عادل، ركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة الآن في مكان ممتاز بالنسبة لفريق ديالى. عمر عبد الرحمن على التنفيذ، كرة تنفذ للأمام عالية خطيرة، جول، جول لديالى. ديالى يقلص الفارق عن طريق أحمد تركي. أحمد تركي يسجل الآن ويقلص الفارق، أحد البدلاء، البديل الناجح في الدقيقة 69 يأتي برأسية ويسجل هدف جميل بضربة رأسية. شوف الإعادة، الله 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 الله، بكرة من عمر عبد الرحمن على رأس البديل الناجح أحمد تركي ليسجل ويقلص الفارق بالنسبة لفريق ديالى في الدقيقة 69. هدف جميل، هدف جميل لفريق ديالى. أصبحت النتيجة هدفين مقابل هدف واحد الآن، هدفين مقابل هدف واحد الآن. كرة في وسط الملعب، حسين منذور، تمرير الكرة جهة اليسار، بعد ذلك تبقى المحاولة. أموري تمرير الكرة، مرتضى هديب، هذا مرتضى، صادق حنون الآن يفكر بالتعادل. عباس طبعا تلقى بطاقة صفراء.
كرة ملعوبة الآن جهة اليسار إلى خارج أرضية الملعب. المنتصر بالله فؤاد. 70 دقيقة مرت، 20 دقيقة الوقت المتبقي. جهة اليمين كرة للأمام عالية، ضربة رأسية كانت، وهنا حالة تسلل وركلة حرة غير مباشرة على بنيامين. حيدر عدوان والراية حاضرة من الحكم المساعد الثاني كرار أحمد. شوف الضربة الرأسية من قبل أحمد تركي، هو اللي كان في وضعية تسلل، بنيامين ما كان في وضعية تسلل. حسين منذور، كرة لمصلحة ديالة، هل يدرك التعادل أو ربما يسجل الثالث فريق الكهرباء؟ ننتظر إذا ما كانت هنالك أهداف قادمة بالنسبة لكلا الفريقين. حكم المباراة، بينما هنا ولي كريم خطأ على صديق جمال. خطأ على صديق جمال. شرطة طبعا في الصدارة ب 11 نقطة، نفط بالمركز الثاني ب 11 نقطة، ونفط ميسان بالمركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط 11 نقطة. إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة فريق الكهرباء سيرتقي للمركز الرابع ب9 نقاط، ولكن إلا إذا ربما تتغير الأمور، ربما ديالة يدرك التعادل وربما ديالة يحقق الانتصار. ننتظر، لدينا وقت، لدينا 18 دقيقة عدا الوقت المضاف. فريق القوة الجوية اللي تعادل مركز، تحدث عن 9 نقاط، تعادل أمام فريق الكرخ، تعادل الثاني على التوالي بالنسبة لفريق القوة الجوية. مباريات هذه الجولة، لدينا مباريات المتبقية، زاخو وفريق دهوك، واحدة من المباريات من الديربيات، ديربي دهوك وديربي من ديربيات شمالنا العزيز. كرة عالية داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة، فرصة للتعادل، وحارس المرمى، حارس المرمى مع وجود راية، ولكن حلوة اللقطة، حلوة اللقطة وحلوة التسديدة وحلوة لحارس المرمى أمجد رحيم من أمام أحمد تركي. خطير أحمد تركي بعد دخوله، خطير جدا. شوف هو كان في وضعية تسلل، ولكن استلامه للكرة ممتاز، وبعد ذلك سدد الكرة باتجاه المرمى، وحارس المرمى كانت له الكلمة بإبعاد الكرة. حالات التسلل 6 في المباراة، 6 في المباراة، إذن 4 ديالة وحالتين فريق الكهرباء. رمية تماس محمد بن طرشة، هل سيحقق فريق الكهرباء انتصار الثاني بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد؟ بالمناسبة يعني الفريقان تعادلا أمام القوة الجوية، يعني فريق الكهرباء تعادل أمام القوة الجوية كذلك، ولكن تعادله كان بدون أهداف في أول مباراة له هذا الموسم بانطلاقة هذا الموسم، ولكن ديالة تعادل بهدف مقابل هدف. كرة للأمام، متابعة للكرة، صديق جمال، مرور أول ومرور ثاني بعد ذلك، كرة بجهة اليسار، عرضية عالية ممتازة، فرصة للتعادل، أوه فرصة لديالة، فرصة لديالة، ضاعت الكرة على ما أعتقد
أحمد تركي، ولكن كانت ممتازة وكانت جميلة وخطيرة بالنسبة لفريق ديالى. اي نعم أحمد تركي، شوف الخطورة التي جاءت بالنسبة لفريق ديالى والضغط الكبير الحاضر من خلال هذه المباراة بعد دخول أحمد تركي، بعد دخول أحمد تركي. شوف أحمد تركي مرت بهكذا طريقة بالسلامة لعلي خالد مدافع فريق الكهرباء. كرة ملعوبة الآن، دومتي يحاول، بعد ذلك الكرة وصلت بنيامين، حسين منذور، مولوكو. أفضل فريق ديالى من خلال الشوط الثاني، استحواذ، انتشار، خطورة، سجل حسين منذور، سدد الكرة ولكنها اصطدت. تبقى المحاولة لفريق ديالى. طبعا لقاءات الفريقين السابقة، هناك 8 لقاءات سابقة ما بين الفريقين. مولوكو مرور مؤول ممتاز، تبقى المحاولة وإلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ركنية الآن، ربما لدينا تغيير قادم، تغييرات القادمة تغييران، مهيمن سليم ملاخ وكذلك محمد زامل، أو تغيير الآخر 26. إذن سامع يشارك الآن. تغييرات الحاضرة بالنسبة لفريق كهرباء. خروج لأمير، ركنية الآن، تنفذ الكرة، تبقى المحاولة، إبعاد للكرة عالية على مشارف منطقة الجزاء، أقرب لعباس والكرة تترك إلى الخارج. كرة تترك إلى الخارج. إذن تغييرات يريد أن يحافظ على النتيجة بكل تأكيد. يعني هنا الإعادة للهدف الجميل اللي سجله أحمد تركي. هدف أكثر من رائع بالنسبة لهذا اللاعب. كرة من الجهة القريبة، مرتضى هدير، عرضية عالية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. أمامية الكرة، إبعاد بضربة رأسية، تبقى المحاولة وهجوم لصديق جمال. صديق بكرة عرضية، إبعاد للكرة، المتابعة تبقى، أخطر
فريق وتعادل ولكنها ضاعت. كرة التعادل ولكنها ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة من بنيامين مرت إلى خارج أرضية الملعب. صافرة وخطأ. أمامي الكرة للأمام داخل منطقة الجزاء. صافرة وخطأ. شوف الإعادة، وبالتالي كرة فيها خطأ لمصلحة علي خالد. ركلة حرة مباشرة. وتابع علي الكرة مهيمن سليم. أموري فيصل يحاول، ومحاولة مستمرة ولكن الكرة طالت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى إذن. كرة بجهة اليمين، منتظر لمهيمن لمنتظر، طالت الكرة إلى الخارج، طالت إلى الخارج. شوف الإعادة. منتظر كان يطالب بخطأ. كرة مرت إلى الخارج. أمامية الكرة، مرتضى هديب. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب وربما إصابة. شوف الإعادة. بنيامين، محمد بن طرشة، وكذلك كرة مشتركة كانت. السلام لي عباس عادل. هذه جماهير فريق ديالى. شوف الكرة المشتركة، كان تصادم بالرأس ما بين عباس عادل وزميله محمد بن طرشة من خلال اللقطة الماضية. صادق حنون. 5 دقائق على نهاية المباراة، عدا الوقت الإضافي للشوط الثاني.
تمرير من أسامة عنبر لاعب اليمني اللي جاء بديلا من خلال الشوط الثاني. كذلك بالنسبة لفريق الكهرباء سجاد خليل، أموري فيصل، تغطية ممتازة من عباس، فوفانا، تمرير الكرة إلى جهة اليسار، محاولة مستمرة ولكنها طالت إلى الخارج، طالت إلى الخارج، وصديق جمال كان يتابع الكرة ولكنها كانت طويلة إلى الخارج. تغيير الآن، علي كريم يشارك، تغيير آخر للمدرب صادق حنون، وبالتالي تغييرات مستمرة لكلا المدربين، واحد من أجل أن يحافظ على النتيجة والآخر يحاول أن يتعادل. فوفانا يغادر وبديل علي كريم. رمية تماس، بنيامين أكار لمولوكو، مولوكو يحاول تمرير الكرة، هذه كرة على الطرف الأيمن، يلعب كرة تبقى لمولوكو، محاولة مستمرة داخل منطقة الجزاء ولكنها وصلت لحارس المرمى أمجد رحيم. أمجد حصل الكرة. طبعا لقاءات الفريقين 8 لقاءات سابقة، فوز الكهرباء أربعة لقاءات، والتعادل حضر في 4 لقاءات. هذا من خلال اللقاءات الماضية التي جمعت الفريقين. هذا عباس عادل، كرة على مستوى خط الدفاع، تنقل للأمام، جهة اليسار صديق جمال يعكس كرة، أموري فيصل، عادت لعلي خالد، كرة للأمام، محاولات فريق ديالة، فريق اللي يبدو لي أفضل من خلال الشوط الثاني، واضح جدا الأفضلية واضحة من خلال الشوط الثاني. وهنا الرأسية مرت إلى الخارج. علي كريم كما ذكرت من خلال اللقاءات الماضية 8 لقاءات ما بين الفريقين، 4 انتصارات لفريق الكهرباء على حساب فريق ديالة. ديالة لم يحقق الانتصار على فريق الكهرباء من خلال ال8 لقاءات. آخر لقاء جمع الفريقين بموسم 2010-2011 انتهى لمصلحة فريق الكهرباء بهدفين مقابل لا شيء. أول لقاء جمع طبعا الفريقين انتهى بالتعادل بهدف مقابل هدف، كان ذلك بموسم 2004-2005، كان أول لقاء جمع الفريقين. حتى التعادلات الأربعة اللي كانت حاضرة ما بين الفريقين لم يكن هنالك تعادل بدون أهداف، تعادلين بهدف مقابل هدف، وتعادل بهدفين مقابل هدفين. والمباراة الأجمل التي كانت حاضرة ما بين الفريقين مباراة 3-3، مباراة حضرت فيها 6 أهداف، 3 مقابل 3، كانت هي أجمل مباراة بموسم 2004-2005. سجل الكهرباء في يومها أحمد حسن هدف وعبد السلام عبود هدفين، وسجل لفريق ديالة اياد ابراهيم وعلي محمد عبد الله ورعد حمودي من خلال تلك المباراة. هذه واحدة كانت من أجمل المباريات التي جمعت الفريقين بموسم
2004 2005 مباراة فيها 6 أهداف. هذا اللقاء التاسع اللي يجمع الفريقين، وفي كل المباريات حضرت الأهداف. هذا شيء جميل بالنسبة لمواجهات الفريقين. يعني عندما فريق ديالى يلاقي الكهرباء والكهرباء يلاقي ديالى تكون الأهداف حاضرة، ما يكون تعادل بدون أهداف. حتى وإن كان التعادل حاضرا يكون التعادل إيجابي. هذا عمر عبد الرحمن نلعب في الوقت الإضافي المكون من 5 دقائق. ركلة حرة مباشرة، تنفذ الكرة، بطاقة صفراء على من؟ على مهيمن أو من تلقى البطاقة الصفراء. كرة عالية، فريق ديالى يحاول في الوقت المضاف خروج بنقطة أفضل من الخسارة. طبعا هذا بكل تأكيد يعني هذا بالنسبة للاعب أو الفريق اللي يكون خاسرا حتى الدقائق الأخيرة يحاول أن يدرك التعادل. الخروج بنقطة يقول لك أفضل من الخسارة. أموري ربما لثالث لتنهي الأمور، وحارس المرمى بثبات الحصول على الكرة وضياع لفرصة بالنسبة لفريق الكهرباء. ضياع الهدف الثالث بالنسبة لفريق الكهرباء عن طريق أموري فيصل. سدد الكرة في المكان اللي يتواجد فيه حارس المرمى صديق جمال. يعكس كرة الآن، منتصر بالله فؤاد، ستار جبار، أموري يحاول من خلال هذه الكرة، علي خالد. مباريات الجولة السادسة فريق الكهرباء يستضيف فريق نفط ميسان. النجف سيحل ضيفا او سوف يستضيف فريق ديالى. اي نعم، ديالى راح يكون الضيف على النجف. باقي مباريات الجولة السادسة القرمة يستضيف نادي القاسم، نفط والشرطة أربيل يستضيف نفط البصرة، كربلاء يستضيف الحدود، الطلبة يستضيف الميناء، والزوراء يستضيف نوروز، ودهوك يستضيف الكرخ، والقوة الجوية يستضيف زاخو. هذه المباريات للجولة السادسة. بالمناسبة الهداف لغاية الآن ميمي مع أمجد عطوان، لكل لاعب 4 أهداف، وغوستافو وشيركو والحارث حاتم وإبراهيم غازي لكل لاعب 3 أهداف بالترتيب الثاني. في الجولات ال4 لدينا 83 هدف، 83 هدف من خلال الجولات ال4. اليوم وصلنا هذه كرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. من خلال هذه الجولة سجلت لغاية الآن بعد انتهاء مباراة الكرخ والقوة الجوية بالتعادل بهدف مقابل هدف، وصلنا من خلال هذه الجولة ل 14 هدف ولدينا 83. هذا يعني بأننا وصلنا ل 97 هدف لهذه المباراة، وتبقى نتيجة مباراة أربيل والنجف إذا ما كانت فيها أهداف ستضاف، وننتظر كذلك مباراة زاخو ودهوك إذا ما كانت فيها أهداف ستضاف لل 97 هدف. وهنا 3 أهداف كذلك تضاف، يعني مع أهداف هذه المباراة نصل للهدف رقم 100 لغاية الآن، 100 هدف في الدوري وصولا لهذه المباراة. عدا أهداف مباراة أربيل والنجف انحضرت بها الأهداف، وزاخو ودهوك كرة خطيرة وضربة رأسية ولكنها مرت الكرة
إلى خارج أرضية الملعب. شوف الرأسية اللي كانت عن طريق بنيامين أكور ومرت إلى ركلة مرمى. الخمس دقائق انتهت. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة حيدر عدوان لتعلن عن نهاية المباراة بفوز فريق الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد لفريق ديالى. مبروك لفريق الكهرباء، هارد لك لفريق ديالى وجماهير ديالى في المباريات القادمة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.